فاكرين لما قابلته؟ لما كان قاعد لوحده في صالة كبار الزوار وشايل هم الدنيا، وهي دخلت عليه كأنها ملاك، بس الحقيقة كانت شيطان على هيئة ست. لعبوا لعبة الصراحة وحكى لها عن خيانة مراته، وهي بصت له وقالت له لو قتلتها هتبقى بتقدم خدمة عظيمة للبشرية. وساعتها كانت أول خطوة في طريق مفهوش رجعة. بس اللي ما يعرفوش إنها مش أول مرة تقتل. فاكرين شريف الرسام؟ فاكرين باسم اللي مات وهو بيصرخ وبيدور على الحقنة؟ ليلى ما بترحمش، وكل واحد وجعها دخل البير ومرجعش. ودلوقتي جت اللحظة اللي هترد فيها الألم لسلمى، مرات مازن وصاحبة الماضي اللي أخدت منها كل حاجة وافتكرت إنها هتعدي. بس ليلى ما بتنساش وما بتسامحش، والبير لسه مفتوح ومستني الضحية الجديدة. يلا بينا نكمل الحدوتة. سلمى قالت لمازن إنها زهقت من القعدة في الأوتيل، ولسه شهر ونص على ما الفيلا تبقى جاهزة، وطلبت منه يشوف لها شقة تقعد فيها مؤقتا. مازن فعلا أجر لها شقة قريبة من الفيلا، وكمل مراقبة ليها والعالي. عينه كانت على كل حاجة، كل نظرة وكل حركة. كان عايش بين نارين، نار الانتقام ونار إن عمره ما كان قاتل. التفكير بس لوحده كان بيقتله. عدى أسبوع وبكرة ميعاده مع ليلى، وهيقابلها في العبور زي ما اتفقوا. مازن وليلى اتقابلوا وحكى لها على كل اللي شافه وعرفه من الأسبوع اللي قضاه في الجون. حكى بوجع إنه شافهم تاني سوا، وإنه مش قادر يتحمل أكتر، بس برضه مش قادر يستوعب اللي بيحصل، مش قادر يصدق إنه بجد هيوصل لمرحلة القتل. ليلى فضلت تشجعه، كانت بتقويه وتأكد له إن الخطة هتخلصه من واحدة خاينة ما تستحقهوش، وكل حاجة هتبقى بعيدة عنه. اتفقوا على التفاصيل، يقتل سلمى ويسيب جثتها في الفيلا، ويقتل علي ويخفي جثته علشان يبان إن علي هو اللي قتل سلمى وهرب. وقالت له أكيد الشرطة هتحقق معاك، بس مفيش ولا دليل عليك. وفي آخر لحظة اديت له مسدس وودعيته بجملة توجع: أشوفك المرة الجاية أرمن. مازن رجع الجونة وقعد مع سلمى يومين في الشقة الجديدة، وبعدين سلمى قالت له إنها مضطرة تسافر اسكندرية يومين علشان تزور أهلها، ووصيته يتابع الشغل على ما ترجع. مازن وافق وسلمى سافرت. وفي ليلة وهو قاعد لوحده في الشقة جرس الباب رن، فتح لقى باشمهندس علي. اتفاجئ من وجوده واستغرب. علي كان باين عليه متوتر جدا وقال له أنا محتاجة أتكلم معاك ضروري. مازن قال له طبعا اتفضل. أول ما دخل علي طلع مسدس. مازن حاول يهرب لكن علي ضربه طلقة. مازن وقع في الأرض والدم سايح حواليه. بصله بصعوبة وقال له انت ليه بتعمل كده؟ هو انت فاكر سلمى هتبقى ليك؟ سلمى بتستغلك وعمرها ما هتبص لواحد زيك. علي سكت وبعدين ضربه طلقة تانية، بس المرة دي مازن مات. علي سرق شوية حاجات من الشقة وهرب، وساب مازن غرقان في دم. ليلى كانت في مكتبها في الجامعة، وفجأة لفت نظرها خبر على الموبايل: مقتل رجل الأعمال مازن علوان في شقته في الجون، والشرطة تبحث عن الجاني. ليلى قلبها وقع في رجليها. مش هو ده الخبر اللي هي مستنياه؟ المفروض سلمى هي اللي تتقتل.
من غير تفكير فهمت إن اللي ورا الجريمة هما سلمى وعلي. حست بوجع مش طبيعي في قلبها، وحلفت سلمى لازم تدفع التمن غالي. أخدت أجازة من الشغل وطلعت على الجونة، وهدفها واحد: توصل لعلي قبل ما الشرطة توصل. سلمى كانت في اسكندرية وقت قتل مازن. أول ما عرفت الخبر مثلت دور الأرملة المكسورة اللي جوزها سابها في عز شباب. رجعت على الجونة علشان تخلص الإجراءات، وبعد ما خلص العزا رجعت تاني علشان التحقيقات. راحت الفيلا، وهناك قابلت علي. كان منهار ومتوتر ومش ملموم على أعصابه. لحظتها سلمى خافت، حاولت تطمنه وقالت له إن الشرطة قالت إن الجريمة بهدف السرقة وإنه مستحيل يكون مشتبه فيه. بس فاجئها إن مازن قبل ما يموت قال له إنه عارف بعلاقته. سلمى اتصدمت، بس حاولت تلم الموقف. قالت له إحنا عملنا كده علشان نعيش سوا، لازم تتماسك، مفيش حد شافنا مع بعض، وإنت مجرد مهندس ديكور مستحيل يشكوا فيه. كانت بتتلاعب بيه وبتستغله، وهو فجأة كان بيفوق لنفسه. قلتلكم القتل مش سهل. وهي راجعة في العربية كلمها المقدم حسين رئيس المباحث، سألها إذا كان جوزها كان يعرف واحدة اسمها ليلى منصور، لأن لما فرغوا موبايله واللابتوب كان عامل بحث كتير قوي عنها على الفيسبوك والإنستجرام، وإنه مسيف كل صورها على موبايله. ردت بسرعة: لا أنا ولا مازن نعرف حد بالاسم ده. وقبل ما يقفل طلبت منه يبعت لها صورة الليلة دي، يمكن تكون شافتها قبل كده. جات لها الصورة، ولما شافتها اتصدمت. ليلى منصور ومازن؟ ازاي؟ ايه علاقتهم ببعض؟ ويعرفوا بعض ازاي اصلا؟ ليلى اللي سلمى ما شافتهاش غير مرة صدفة من يوم ما اتخرجوا تعرف جوزها وكمان مهووس بيها؟ سلمى ما كانتش فاهمة حاجة، بس كلمت المقدم حسين على طول وقالت له ان اللي في الصورة دي تبقى ليلى منصور اللي كانت زميلتها في جامعة اسكندرية من 9 سنين، وانه ما فيش بينهم اي علاقة من وقتها، ولا تعرف اصلا ان جوزها يعرفه. بعد يومين المقدم حسين كلمها تاني وطلب يقابلها في الاسم ضروري. طلعت على اسم، وهناك قابلت المقدم حسين اللي عزاها وقال لها انهم اكتشفوا انه في شقة جنبهم اتسرقت في نفس ليلة قتل جوزها، وان في ست من الجيران شافت واحد غريب نازل من المبنى وهي طالعة لشقتها، وانه كان متوتر لما شافها. الست ادت مواصفات واضحة عن الشخص اللي شافته، فرسموا له صورة تقريبية وعايزينها تشوفها يمكن تتعرف عليه. طلع لها الصورة المرسومة. اتصدمت سلمى وقالت لنفسها أنا لازم أقول إنه علي، كده كده هيعرفه. اتظاهرت بالصدمة وقالت له الصورة تشبه لمهندس الديكور اللي شغال على فيلته، بس مستحيل يكون باشمهندس علي هو اللي قتل مازن، دول ما تقابلوش غير مرتين 3 وما فيش بينهم أي مشاكل. وحكيت له قد إيه باشمهندس علي بروفيشنال وشايف شغله كويس، وما كانش فيه بينهم أي مشاكل وما فيش أي سبب يخليه يعمل كده. وقالت له إنها شافته النهاردة لما راحت الفيلا علشان تبلغه يوقف الشغل لحد ما تقدر تفوق. فكرت بسرعة وقالت للمقدم حسين صحيح بخصوص ليلى منصور، أنا عايزة أقول لك شوية حاجات افتكرتها عنها من أيام الجامعة، معرفش إذا ممكن تفيدكم ولا لأ. حكيت له إن ليلى كانت ما بتحبهاش، وإنها خطفت منها صاحبها اللي كانوا مرتبطين وناويين يتجوزوا أول ما يتخرجوا. كان هدفها تشتيت المباحث في أي خيط تاني لحد ما علي يقدر يسيطر على أعصابه. دمعت ومثلت الانهيار اللي خلى المقدم حسين يشكرها ويقول لها إنها تقدر تمشي. بتمشي سلمى مرعوبة وندمانة على اختيارها حد ضعيف زي علي ينفذ المهمة. بتفكر تعمل ايه علشان تحذره ان الشرطة عرفت شكله، ما هي مستحيل تكلمه لا يكون تليفونها متراقب، فقررت تستناه في مكان قريب من بيته لحد ما يظهر. نرجع لليلى.
كانت في طريقها للجونة وبتفكر قد إيه مازن كان ضحية ومات نتيجة علاقته بشيطانة اسمها سلمى، زي ما باسم مات زمان بسبب علاقته بيها. بتوصل الجونة وبتنزل في فندق، بتوصل لرقم باشمهندس علي من حارس الفيلا بحجة إنها محتاجاه في شغل. كلمته وقالت له إن عندها شقة ومحتاجاه يعمل لها الديكور، واتفقت معاه يقابلها في كافيه الساعة 8. علي كان بيفكر ما يروحش، ما هو لسه مش قادر يشتغل ولا يقابل حد، بس بيفتكر كلام سلمى وإنه لازم يتصرف طبيعي. بيروح يقابل ليلى في الميعاد، الاتنين ما يعرفوش شكل بعض. دخل وهو بيكلمها على الموبايل فشاورتله، سلم عليها وقعد يتكلموا شوية ويشربوا قهوة، وبعدين طلبت منه يروح معاها توريه الشقة علشان يتفقوا. أول ما ركب معاها العربية قالت له على فكرة أنا مش هقول لحد إنك قتلت مازن ولا إني عارفة إنك عشيق سلمى. علي اتصدم وسألها أنت مين وعايزة مني إيه؟ قالت له أنا ممكن أكون 2 وإنت اللي هتختار، ممكن أكون مصيرك الأسود لو ما نفذتش اللي أنا عايزاه، أو ممكن أكون ستر وغطا لو سمعت الكلام. سألها عايزة منه إيه؟ طلبت منه يرتب لها مقابلة مع سلمى، لو عايز يحافظ على حياته وما تسلموش يبقى يستدرج لها سلمى ويسلمها لها، علشان سلمى لازم تموت. ووصيته يقول لسلمى إن في واحدة بتهدده في التليفون وطالبة 30 مليون جنيه وعارفة كل حاجة عن علاقتهم. وقالت له يا تيجي انت وسلمى تقابلوني يا هطلع على الشرطة واقول كل حاجة. وقالت له ان الوحيدة اللي تقدر تخفيك وتصفرك وتديلك اللي يكفيك هي انا. سلمى هتبيعك وتسلمك لحبل المشنقة بعد ما تورث لوحدها كل فلوس جوزها. علي وافق واتفق معاها انه هيرتب ويكلمها. سابته منهار، فقرر يروح ويفكر ممكن يعمل ايه. على اول الشارع سلمى كانت في عربيتها مستنياه، شافته فمشيت وراه. وقف اول ما وصلوا المكان بعيد ونزل لها يتكلموا. علي قال لها ان في واحدة عايزة تقتلك اسمها ليلى وهددتني علشان استدرجك، وقالت لي انها هتقتلك وتخفي جثتك وتسفرني، والموضوع هيبان انك هربتي علشان ليكي يد في قتل جوزك. قال لسلمى انه ضحك على ليلى وقال لها انه موافق لحد ما يشوفها ويتكلم معاها، وقال لها انه كان المفروض يقول لها بس ان في ست بتهدده ومحتاجة فلوس علشان تسكت. سلمى قالت لعلي اللي عملته هو عين العقل، انت لازم تفهمها انك هتعمل كل اللي هي عايزاه ونستدرجها احنا ونخلص عليها، وبعدين تسافر بره في نفس الليل قبل ما الشرطة توصل. اتفقوا انهم هيدوا ميعاد لليلى في فيلا الجونة بتاعت سلمى بكرة بالليل، ولما تدخل علي يخبطها على دماغها ويقتلها. سلمى أكدت عليه ما يروحش بيته وينام في عربيته في أي حتة بعيدة علشان محدش يوصل له، ويكلم ليلى ويقول لها على الميعاد. المفاجأة اللي عرفتها خلتها ما تقولش حاجة لعلي عن موضوع إن الشرطة عرفت شكله، ما هو لازم يساعدها تخلص من ليلى. تاني يوم بالليل وصلت سلمى ودخلت الفيلا وقالت لعلي يدخل من الباب الخلفي من غير ما حد يشوفه ويستخبى لحد ما ليلى تيجي ويدخل من وراها ويخلص عليها. شوية وليلى وصلت وسلمى دخلتها. أول ما شافتها قالت لها أكيد علي قالك على اللي أنا عايزاه، لو ما أخدتش 30 مليون هقول على كل حاجة. وقالت لها إنها قابلت مازن وإنه كان عارف كل حاجة عن خيانتها ليه مع علي. في اللحظة دي سلمى شافت علي داخل في وشها وماسك في إيده شاكوش. اطمنت، خلاص كلها لحظة وليلى تموت. علي دخل من ظهر ليلى بشويش وقرب
لحد ما وقف بينهم بالظبط، وفجأة نزل بالشاكوش على دماغ سلمى بكل قوته لحد ما اتأكد إنها ماتت. انتوا ما سمعتوش غلط، علي قتل سلمى مش ليلى. ما أنا نسيت أقول لكم إنه اقتنع بكلام ليلى وحس إنها الوحيدة اللي هتعرف تنقذه، وإن سلمى هتورطه زي ما ورطته قبل كده. خرجوا من الباب الخلفي بشويش. ليلى قالت له تعالى نقعد في العربية شوية قبل ما نتعامل مع الجثة. ركبوا عربية علي وابتدى يولع سيجارة. ليلى طلعت علبتين عصير من شنطتها وابتدوا يشربوا العصير. مفيش دقايق وعلي ابتدى ينام. ما هو ليلى كانت حطاله منوم قوي جدا في العصير. ليلى نقلته في كرسي الراكب وابتدت تسوق وخرجت من الفيلا وطلعت على جراج قريب في الغردقة. فكت نمر العربية بتاعت علي وبدلتها بنمر عربية من الجراج. ساقت بالليل للقاهرة وعلي لسه في سابع نومة. كانت سايقة بهدوء وملتزمة بالسرعة، وكمان ملقتش أي كماين في الوقت ده على الطريق. وصلت الفيلا المهجورة إياها، فاكرينها اللي في المعادي. فتحت البوابة القديمة ودخلت بالعربية وراحت على البير. سحبت علي بره العربية وخنقته بسلك كهربا لحد ما تأكدت إنه مات. رميته في البير اللي كان نشف من المية، ورمت عليه طوب وخشب وغطته زي ما كان بالظبط. طلعت بالعربية على الطريق الزراعي لحد ما وصلت لمكان ضلم. سابتها مفتوحة بعد ما مسحت كل بصماتها، وخلصت الحكاية على الأقل من بره. سلمى ماتت وعلي اختفى والجريمة اتمسحت من الدنيا كأنها ما حصلتش. ليلى مشيت على الخيط من أوله لآخره وغزلت نهايته بإيديها وما سابتش وراها أثر. بس في حاجة ما كانتش محسوبة. مفيش جريمة بتموت ولا ضحية بتسكت. في أول أسبوع بعد كل ده ليلى كانت فاكراها خلصت. سافرت لندن وعاشت في بيت باباها. قفلت عليها بابها وقلبها كمان. ما بتروحش الجامعة ولا بترد على تليفون. اختفت خالص. ولما افتكرت إنها ابتدت تهدى جالها ظرف مش مكتوب عليه اسم ولا عليه طابع، بس جواه صورتها وهي داخلة فيلة الجونة قبل قتل سلمى بساعات. ومع الصورة ورقة صغيرة مكتوب فيها كل حاجة اتسجلت بس أنا ساكت على الأقل لحد دلوقتي. ليلى قعدت على طرف السرير، الصورة في إيد والورقة التانية في إيد، مش قادرة تتنفس ولا قادرة تتحرك. لأول مرة من سنين تحس بخوف حقيقي، مش من البوليس ولا من الفضيحة، لأ، ده الخوف من السكوت، من حد شايف وساكت، حد ممكن في أي لحظة يقرر يتكلم. الحكاية اللي بدأت بلعبة في مطار خلصت في بير ناشف ومقفول. بس افتكر دايما مش كل نهاية انتصار. أوقات بتوصل للنهاية بس بتكتشف إنك خسرت نفسك في الطريق. وهنا خلصت حكايتنا. انتظروني في الحلقة الجاية. كان معاكم حدوتة.